نكمل النموذج الثامن. بيقول لي في مخطط الساق والأوراق المقابل اللي هو دوت ر واحد زائد ر اتنين زائد ر تلاتة. ماشي، هتعد القيم دي هتلاقيهم 11. يبقى أول شيء عندك هتبقى ر واحد ترتيبه هيبقى عبارة عن ن زائد واحد على ن زائد واحد على 4. احنا قلنا عددهم كام؟ عددهم 11. واحد يبقى 12 على 4، يبقى هو التالت، يعني ر واحد التالت. جميل، عد كده بقى، ادي واحد اتنين تلاتة، يبقى هو الاتنين، بس ما تقولش اتنين، ده الورقة، يبقى 22، يبقى ر واحد ب 22. عد كمان تلاتة، واحد اتنين تلاتة، يبقى 37، يبقى زائد 37. عد كمان تلاتة، واحد اتنين تلاتة، يبقى 41، 41. اجمعهم دول كده هيطلعوا 100. اجمعهم بقى الحسب، يبقى الاختيار 100. ما تضيعش وقت. خش على اللي بعديها عينة حجمها، لا أنا شرحتها أكتر من مرة في أكتر من فيديو، سيبك منها، روح شوفها أنت في الفيديوهات السابقة. أما هنا من بيانات الجدول الآتي، إذا كانت معادلة الانحدار دي عند فإن مقدار الخطأ لما السين ب10، خلي بالك هو هنا بقى أنت اللي هتجيبها. لما السين كانت ب10 أهو، شايف دي كانت بكام؟ كانت ب8. فهو عايز مقدار الخطأ. مقدار الخطأ أنت هتعوض عن سين ب10، فلما نعوض عن سين ب10 يعني هتبقى 4 قيمة مطلقة، 4.2 زائد 3 هنضرب في 10، وبعدين ناقص لما السين كانت ب10 كانت ب8، بس اعملها على الحسب هتطلع ب8 اللي هي دي تطلع 8 ده مقدار الايه؟ مقدار الخطأ. في حاجة سهلة، بيقول لي هنا في تجربة رمي قطعة نقود معدنية 8 مرات، خلي بالك يبقى النون عندك ب8. إذا كان س متغير عشوائي يعبر عن عدد الصور. خلي بالك أنت قطعة النقود مش عليها يا صورة يا كتابة، أدام الصورة بس يبقى الاحتمال بتاع الصورة نص، ولو احتمال الكتابة يبقى نص. فإن احتمال ظهور الصورة 3 مرات يبقى دي توفيق بقى، يبقى 8 ق 3. يبقى هنا القانون يا أولاد هتلاقيه في المفاهيم، لام س بتساوي 3، يبقى 8 ق، أنت هتبدأ من أول هنا، 8 ق 3 في نص اللي هو ده أهو أس 3 اللي هي دي، في 1 ناقص نص أس 8 ناقص 3. هتعملها هتطلع 7 على 32. ما تعملها لي يا مستر على الحاسبة لو سمحت، هعملها لك على الحاسبة. نيجي هون على 8 ق 3، ادي 8، وبعدين تعمل القف تضغط على الشيفت وزرار العلى اهو، دي 8 ق 3. وبعدين في كانت كام بقى؟ 5/10 أس 3، 5/10 أس 3، بس تنزل بالسهم لو سمحت. في افتح قوس بقى، عبارة عن ايه؟ 1 ناقص 5